السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، معاكم دكتورة آية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله إزاي نعمل اختبار الحساسية اللي بنستخدمه عند إعطاء خاصة يعني المضاد الحيوي. والموضوع ده وعدت حضراتكم إن هكلمكم فيه بعد الحادثة اللي حصلت في مصر، وطفلتين أخدوا جرعة دكتور بيطري اداهم مضاد حيوي. بعدها توفاهم الله. فقررت ان اعمل حلقة عن الحساسية بتاعة المضاد الحيوي، وازاي طبعا نعمل اختبار حساسية لأي حقنة مضاد حيوي. وده طبعا هيكون موضوع مهم ومفيد لأغلب الناس، المفروض تعرفه يعني. طبعا موضوع الحساسية ده موضوع خطير جدا، لأنه لا قدر الله ممكن يؤدي إلى الوفاة، خاصة لو الطفل ده كان عنده. طبعا هي ممكن تبقى أعراض بسيطة، ممكن تبقى أعراض مميتة قاتلة. فاحنا لازم ناخد الحذر خاصة مع المضادات الحيوية، وخاصة برضو لو في تاريخ مرضي في العيلة، ان حد كان عنده من العيلة حساسية من مادة معينة في المضاد الحيوي. فبرضو دي بتمثل زي اشارة برضو ان لازم اهتم موضوع الحساسية بالنسبة للقرايب كلهم يعني. اول حاجة طبعا لازم نلبس الجوانت بتاعنا سريعا كده. اول حاجة بنشوف الدكتور مثلا بعد ما نلبس الجوانت طبعا بنشوف الدكتور وصف لنا المفروض المضاد الحيوي يتحل في كام سنتي مية من مذيب مية زي كده. تمام. بعدين مثلا 2 سنتي 4.5 زي ما هو كاتب حسب الجرعة طبعا. بعدين يتحل في الفاير بتاع المضاد الحيوي. نسحب بالسرنجة زي كده. طبعا معلش هنطول شوية، بس انا حابة ان الناس تعرفوا كله بالتفصيل. زي كده نسحب زي ما سحب معانا اهو. بعدين دي نقفلها بنفس المنظر كده، تبقى على المكتب ونعمل كده بحيث ايه ما نشكش. من المفروض دي ما نمسكهاش وهي على المكتب كده، ونروح انا ايه نعمل لها كده. بعدين ناخد المضاد الحيوي ونحقن المية جواه نفس المنظر كده. بعدين نرج كويس البودر لحد لما يدوب زي الشكل كده. بعدين هنستخدم سرنجة الانسولين عشان نعمل اختبار حساسية. سرنجة الانسولين دي بتكون عبارة عن 100 شرطة زي كده. ال100 شرطة دي معناها 1 سنتي. فاحنا مثلا هنسحب زي 5 شرطات بس من ال100 شرطة دول. تمام. طبعا موضوع اختبار الحساسية ده موضوع مهم جدا، لازم كل الناس تتعلمه، لان المضادات الحيوية دلوقتي ما بقاش لها امان. فجأة كده تلاقي حصل حساسية، وطبعا في بعض الحالات بتبقى مميتة. فلازم كلنا نتعلمه. بعد ما سحبنا 5 شرط بسرنجة الانسولين دي، مفروض بعدين نحقنه في المنطقة هنا بالقلم كده، ونعمل دايرة قطرها حوالي 3 ملي او 3 سنتي القطر بتاعها هنا اهو. ونحقن بسرنجة الانسولين. طبعا نحقنها ازاي؟ تحت الجلد، يعني بزاوية 15، يعني تبقى ماشي مع الجلد كده، ولا كده ولا كده، لا كده اهو بزاوية 15 درجة اهو، بزاوية 15 درجة في المنطقة دي تحت الجلد، وتتحقن. مش كده عمودي ولا كده، لا كده، بحيث بعد ما تخلص حقن ال5 شرط دول هتلاقي زي بالونة كده ظهرت صغيرة. طبعا لانك انت ماشي تحت الجلد فهي مش هتتسرب بسرعة كده، تعرف انك انت ماشي صح. طبعا بعد ما انا بدي الحقنة بستنى من 10 دقايق ل15 دقيقة بشوف النتيجة، هل هتظهر حساسية ولا لا. في ناس بتعتبر ان اي حاجة تظهر في الدايرة دي حتى لو حمرة مكان الحقنة كده تعتبرها ان دي حساسية. طبعا لا، حساسية المضاد الحيوي بتبقى متميزة. حساسية المضاد الحيوي اللي بتظهر طبعا بتكون حاجة اسمها انديوريشن.
دي بتكون في المنطقة اللي احنا حددناها، اللي هي الدايرة اللي هي القطر بتاعها 3 سنتي. بنلاقيها منطقة جامدة جدا وناشفة جدا، نضغط عليها كده نلاقيها دي ناشفة جدا، دي معناها كده في حساسية. وطبعا ممكن تعدي 3 سنتي اللي هو قطر الدايرة اللي احنا عاملينه، دي حاجة. الحاجة التانية يظهر طفح جلدي اللي هو الاحمرار، بس مش اي احمرار نقول عليه ان هو عنده حساسية من المضاد الحيوي ده، لانه في احمرار بيظهر نتيجة احتكاك طبعا السرنجة بالجلد، فبيحصل تهيج، ده طبيعي يعني حاجة ما تعتبرش تبع الحساسية. فاحنا عشان كده المفروض نستنى حوالي مثلا ربع ساعة، تلت ساعة، على بال لما نشوف هل هتظهر حاجة تاني مثل طفح جلدي يزيد او كده. طبعا اختبار الحساسية ده بنعمله للأطفال وللكبار، مش للأطفال بس طبعا عشان الأطفال على طول بأدوار برد وسخانة وانفلونزا وكده، فاحنا عملنا الحلقة دي مخصوص عشان الأطفال. أغلب المضادات الحيوية تلاقي مكتوب عليها ما يتاخدش قبل عمل اختبار الحساسية، فده طبعا موضوع مهم جدا، خاصة زي حقن طويلة المفعول أو اللي هي البنستارد، دي بتكون مشكلة كبيرة. وكمان حاليا برضو ممكن في حقن السيفترايكزون وغيرها، وهنعمل حلقة عن ايه هي الانواع اللي المفروض اعمل لها اختبار حساسية وما اخدهاش ابدا ولا ما اديهاش لحد قبل ما اعمل اختبار الحساسية. تمام، زي البنستارد دي او اللي هو البنسلين طويل المفعول. تمام. وان شاء الله يا رب نكونوا قدرنا نفيدكم. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وان شاء الله نقدر نفيدكم بأكبر قدر من المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.